يا عم اهدى شوية، مذاكرتي دلوقتي لسه فاضل أسبوع الامتحان، لسه 7 أيام كاملين أصلا. ايوه بقى، وانت فاكر نفسك في مسلسل هند ولا ايه؟ لم المنهج في 30 حلقة؟ ايوه يعني لسه فاضل 7 ايام كتير اوي على الامتحان يعني. هو 7 ايام في المادة هيعدوا في رمشة عين كده، مش هتحس بيه. طب بص، بكره ابدا جامد علشان النهارده فاصل ومش قادر خالص والله. الكلمة دي ضيعت درجات طلاب أكتر من درجات الامتحان نفسه. هو الصراحه الدنيا متلخبطه معايا ومش عارف ابدا منين بالظبط. عشان كده لازم نفكر بعقل شوية، ده آخر أسبوع قبل امتحان ثانوية عامة. عايزك تنظم نفسك وتذاكر وتراجع على شرحك وتحل أسئلة وما تخافش من حاجة وابعد عن التوتر والقلق. طب ولو ملحقتش؟ ما أنا قلتلك، اللي بيكسب مش اللي بيخلص المنهج، اللي بيكسب اللي بيذاكر صح. أنا عايز يبدأ بكرة يعني. القانون رقم 166 قانون حلو، فاهمه؟ لازم افهم. حلو، بس انت كده حافظ اسم الدواء بس مش عارف المرض. ايوه يعني حلو، هات سؤال كده. زادت المقاومه في الدائره والجهد ثابت، هنحط قانون وخلاص. استنى يا نشتغل غلابة، لو المقاومة زادت والجهد ثابت اللي هيحصل للتيار هيقل. عرفتها ازاي بسرعه دي؟ عشان نفكر فيزيائيا، العلاقات دايما أهم من القوانين. والرسم البياني، انا كنت بشوف الرسم البياني واتوتر. أصلا كنت بتتعامل مع الرسم البياني كأنه لوحة فنية مش كأنه مسألة بتتحل. شكلك كنت بذاكر غلط. أخيرا العقل فتح. احلك يعني احلك، مش هسيبك الا لما احل. بالك قدين في السؤال؟ 20 دقيقة بس يعني. 20 دقيقة؟ يا نهار أبيض، ده السؤال خطف. انا ما بحبش امشي الا لما احل السؤال. الامتحان ما بيحبش يضيع وقت. طب ما يمكن اعرف احل. ويمكن تضيع 10 أسئلة بسببه. طب اسيبه؟ علم عليه وامشي. بحس اني بعيد. الذكي مش اللي يحل الأصعب، الذكي اللي يجمع درجات. طب ابدا بايه طيب؟ سهل، متوسط، صعب. على كده انا كنت بتسرع مع السؤال ده. وده اللي بيخلي الامتحان يكسب عليه. القوانين مش هحفظها، كده كده موجودة في كتيب المفاهيم. دور على كنز الفراعنة ولا ايه؟ لا بس الكتيب هينكز. الكتيب معمول ليك تأكيد، مش معمول ان انت تدخل عليه لأول مرة. ما انا هجيب القوانين منه. وبعد 10 دقايق الوقت طب طب اعمل ايه طيب؟ ذاكر واعمل اللي عليك بحيث ان انت ما تسيبش حاجة تدور عليها في كتيب المفاهيم. كل ما افتح الكتيب بتوتر. علشان انت داخل تدور في موجود. تصدق انا كنت فاكره منكز. الكتيب للنسيان السريع، مش ان انت تدخل تدور لأول مرة. منقذ الحقيقة انك تكون جاهز. يا سلام، الفيديو رقم 12 في المراجعة. حلو قوي، حليت كام سؤال؟ هو لازم احل؟ هو انت بتتفرج على جيم ولا قصة؟ بس انا فاهم. وريني كده، عندك 6 مقاومات متوصلين على التوازي، قيمة كل مقاومة 6 من الناتج النهائي قد ايه؟ اهو الفهم من غير حل زي الوهم من غير تفكير. بس انا حاسس ان انا فاهم. بالك الاحساس ده اكتر حاجة ممكن تمر فيها. الفيزياء مادة حل مش مشاهدة. طب اعمل ايه طيب؟ سهلة، بعد كل فكرة طبق عليها بحل أسئلة. ذاكر 25% وحل أسئلة 75%. شكلي كنت بضحك على نفسي. انا نسيت كل حاجة، انا حاسس ان انا اصلا. بالراحة بس، انت نسيت ولا متوتر؟ حاسس ان مخي فضى. طبيعي، اي حد بيتوتر. طب ايه الحل طيب؟ بالراحة، خد نفس وابدأ بالسهل الأول. طب لو شفت رسمة مرعبة؟ على فكرة السؤال المرعب غالبا هيطلع أسهل مما تتوقع، بس الفكرة بتاعته بس. بس انا مخاف من شكل السؤال. ما السؤال بيشم ريحة خوفك، علشان كده انت بتتوتر وبتغلط فيه. انا الهدوم مهم؟ على فكرة الهدوم ممكن يجيب لك درجات زيادة. الباب ده سهل اصلا، مش محتاج حل، انا كده كده فاهم. حلو أوي، وريني كده. انا فاهم الحاس. ايه اللي هيحصل لو الفيت ثابت؟ من الفهم يا عم العالمي. لا استنى، انا كنت عارف. الزيادة أخطر من خوف على فكرة، خصوصا في الفيزياء. طب ايه الحل طيب؟ باب علشان يتقال عليه إن أنت فاهم، المفروض تطلع منه فاهم كل أسئلة. كده انا كنت مغرور في نفسي بقى. الفيزياء بتحب المتواضعين. متنساش بقى تقول لنا في الكومنتات أنت أنهي نمط فيهم من 1 ل7. ومتنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة لو عجبك الفيديو. السلام عليكم.